بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهلال مالكم. تقول لي النهارده بتختصر نادي الهلال السعودي وأداء نادي الهلال السعودي في مالكم؟ هقول لك ازاي يا عم؟ تعال اتفرج على اللمسات وعلى صناعة اللعب وعلى حلاوة الأداء وعلى متعة كرة القدم لما بيستلم الكورة مالكم. مالكم يا جماعة يعني ساحر برازيلي فعلا. يعني النهارده عشان نيجي نبص على كرة القدم في رجلين مالكو، لا، انت مالكم بيتكلم كورة، الكورة بتكلمه في رجله. غياب مالكم عن نادي الهلال السعودي، يقول لك طب ما الهلال السعودي كان بيكسب ومالكم مش موجود. هقول لك حتى لما كان الهلال السعودي بيكسب مبارياته بعدم وجود مالكم كان الاداء نفسه غير ممتع. يعني الاداء نفسه لما تيجي النهارده تتفرج على مالكم مع الهلال ومالكم او الهلال من غير مالكم، تحس ان انت النهارده عندك الاداء بتاع نادي الهلال السعودي، وان كان يفوز الهلال السعودي او يكسب، ولكن الهلال كان تحس كده ان ناقصه المتعه. طبعا اتفرجنا على ماتش الغرافه القطري وشفنا لمسات مالكم وشفت ابداع مالكم. لا، انت النهارده بتتكلم ليه طالع تقول لي مالكم الهلال؟ لا، لان انت النهارده عايز تتفرج على متعه من ناحيه فرقه الهلال، فانت عايز تتفرج على كره قدم وعلى فوز، مكسب مفيش مشكله. ولكن لو كنت عايز تتفرج على مكسب واداء في ارض الملعب لازم يكون موجود مالكم داخل ارض الملعب مع فرقه الهلال. يمكن الناس تطلع تقول لك يا جماعه، يعني هل غياب مالكم ما بيخليش اداء ممتع في ارض الملعب مع الهلال؟ اكيد طبعا. يعني وان كنا احنا نختلف مع بعض في حاجات معينه، ولكن مالكم يا جماعه هو الهلال. يعني النهارده غياب مالكم مع النادي الهلال مع فوز نادي الهلال هو بيبقى مكسب بدون متعه. اما مع وجود مالكم النهارده اللعيب العالي جدا، اللعيب اللي يمتلك مهارات كبيره جدا، لا، انت لما بتتفرج على الهلال وبيلعب معاك مالكم وبيكسب الهلال فبتتفرج على متعه كره القدم داخل ارض او داخل فرقه نادي الهلال في كره القدم. فانت بتتفرج على مكسب، بتتفرج على اداء، بتتفرج على متعه. فمتعه كره القدم مع نادي الهلال حاليا بوجود مالكم في ارض الملعب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.